اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بقى النهارده هنعمل مع بعض كده اكله حلوه، غدوه يعني كده حلوه. يعني بص، هنعمل احلى طاجن باميه باللحمه، هيوديكوا في حته تانية خالص. انا كده هنا بغسل الملوخيه وهنقعها بمعلقه خل، وعشان بقى طبعا نطلع منها ايه البكتيريا والحاجات اللي بتبقى فيها دي. طبعا أنا هنا هعلق على اللحمه، احط هنا كده الحله واعلق على اللحمه، ونيجي بقى ايه نقطع اللحمه كده زي ما انت عاوزه. حابه تقطعيها، حابه تقطعيها شرايح، حابه تقطعيها مكعبات، حابه تقطعيها قطع صغنططه كده تبقى حلوه كده مع الصلصه وكده. بصوا انا مبدئيا كده أنا مش عارفه ايه اللي في الطرحه هنا دوت الصراحه يعني مضايقني، انا ما كنتش اعرف اصلا هو ايه. المهم يعني عشان محدش بس يركز مع الطرحه، او انا بقى ممكن اكون لفت نظرك وبقى مش عارفه. المهم انا قطعت اللحمه هنا، وهنا بقى جبت بقى نص كيلو من الباميه بقمعها كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع بعض. ويوسف ابني بقى عمال يكلم فيا وكده. طبعا اذكروا ربنا يا جماعه، اذكروا الله وصلوا على النبي كده واحنا قاعدين بنتفرج. ان هنا بقى بقمع الباميه طبعا ايه، مش هتاخد معانا حاجه. هنا حطيت بقى في الشوربه بتاعه اللحمه، حطيت توم باودر، بصل باودر، حطيت اللهم صل على النبي فلفل اسود. بس كده، الملح بحطه في الاخر. طبعا هنا بقى هجيب هنا بصلايه كده، يعني متوسطه كده حلوه، وهخرطها بالشكل اللي احنا هنشوفه ده كده في الطبق، عشان نعمل بيها الصلصه بتاعت ايه، بتاعت الطاجن. فهنعمل طاجن بقى يا جماعه، لوز تحفه. طبعا بقى لو اول مره تتفرجوا عليا، انا اسمي ايه، واشتركوا بقى في القناه وفعلوا بقى القناه كده عشان نكبر بيكم ان شاء الله عن قريب يا رب. وكده يعني. طبعا انا هنا بعد ما قطعت البصلايه كده فات حته كده صغنططه كده، رحت حاطاها في ايه، في اللحمه. هنا اللحمه بتستوي معانا او بتغلي، انا شلت الريم بتاعها. طبعا اي لحمه بتطلع ريم عادي، تمام، واسيبها تستوي براحتها. جبت هنا حله تاني، حطيت فيها شويه كده من الزيت، وحطيت فيها البصلايه اللي قطعتها، وايه معلقه من الثوم، الثوم المفروم انا مقطعاه مخزناه. بعد كده جبت هنا اللهم صل على النبي فلفلايه حمراء. وبعد كده نزلت بقى عليهم، بعد ما شوحتهم كده نزلت عليهم بالايه، بمعجون الصلصه اللي هو القوطه يعني. بعد كده نزلت عليهم بالباميه وفلفل اسود، كمون، مرقه الدجاج، وتوم باودر وبصل باودر. تمام. قلبت الكلام ده كله مع بعضه، وسبته ياخد غلوه. بس طبعا ايه، ما ننساش بقى الملح طبعا، بس هحط الملح في الاخر. حطيت هنا بقى كوبايه من الشوربه، ده الملح كده بعد ما هي خدت غلوه. وحطيت لها كوبايه شوربه، وسبتها تغلي كده غلوه. وبعد كده ايه، فضيناها في الطاجن اللذيذ اللي احنا شايفينه ده. بعد كده بقى طبعا انا معايا مكالمه هنا، مكالمه مهمه كنت بتكلم بقى في التليفون ومشغوله بقى مش قادره اقول لكم. جبت هنا بقى، رحت مزوده شويه كمون وشويه فلفل اسود. طبعا حطيت شويه توم باودر، وايه وظبطنا الكلام. ندخل بقى الكلام الجامد ده كله في الفرن. بعد ما ايه، ما قلبنا كله على بعض. يا جماعه ما تركزوش في الطرحه عشان الطرحه هي مضايقاني لوحدها. المهم انا هنا دقت الملح بتاعها لقيتها بصوا اخر حليوه. جبنا هنا بقى حله حطينا فيها شويه زيت وشويه سمنه. هنحط فيها بقى هنا ايه، ب5 جنيه من الشعريه. قلبتها كده لحد ما اتحمرت. بعد كده بحط عليها الرز، كيلو من الرز، ونزلت عليه كده. بعد كده ايه، قلبته تقليبه وحطيت عليه شوربه. طبعا طول ما انت عندك الشوربه استغليها، عشان هي ايه هتطلع الاكل معاكي تحفه. وحطيت ملح بس كده، حابه تزودي فلفل اسود تمام. حطينا هنا بقى، جبنا هنا حله تاني، حطيت فيها شويه زيت، شويه سمنه، معلقه من الثوم المفروم اللي مخزنينه. قلب الكلام ده كله كده بالمضرب عشان يفك معاكي بسرعه، لحد ما التومه تاخد ايه، تاخد لون بالشكل ده. برضو استغلي الشوربه وانزلي بيها كده، هنعمل احلى شويه ملوخيه، طبق ملوخيه كده تحفه. حطيت فلفل اسود وتوم باودر، وشويه من الملح، وشويه ايه رشه سكر كده عشان تخلي معانا الملوخيه حلوه. هي كده كده حلو مادام بالشوربه تمام. هفضل بقى اقلب كده بالمضرب عشان خاطر ايه تتسلك كده، يعني اللي هي تسلك معانا كده. ماشي، زي ما احنا شايفين كده. والريم ده طبعا هيختفي، ما تقلقيش خالص، هتبقى لونها اخضر وتحفه قوي. هنا بقى خلاص خلصنا الاكل بتاعنا كله، ما خدش معانا الحمد لله ساعه. طلعت الطاجن شايفينه عمال يبقبق كده زي ما احنا شايفين كده.
وعملنا الملوخيه وعملنا الرز. برضو الطرحه مضايقاني. بصوا شايفين الطاجن عمال يبقبق ازاي. يلا يا جماعه بقى اشتركوا في القناه وفعلوا بقى الجرس بقى وايه، وما تنسوش اللايك ها، وتقولوا رايكم في الكومنتات. انا عماله هنا اعدلكم في التليفون عشان الكاميرا تبين قد ايه الطاجن. عايزه اقول لكم هوريه لكم من قريب. بصوا شايفين الجمدان بقى، يعني طاجن شويه اللحمه بالطاجن، ولا باميه باللحمه بالطاجن. حلوه قوي. لو عجبكم الوصفه اعملوا لايك واشوفكم على خير.